وصفت بنتها لؤلؤة بإنها نعمة أو هدية من ربنا. احتفال الفنانة شريهان ملكة الفوازير بعيد ميلاد بنتها لؤلؤة. بعتت النجمة الجميلة شريهان رسالة مؤثرة لبنتها لؤلؤة عبر حسابها الرسمي على انستجرام احتفالا بذكرى ميلادها، لفتة إنسانية مليئة بالحب والمشاعر الصادقة. وعبرت شريهان بمنشورها عن امتنانها الكبير لوجود بنتها لؤلؤة في حياتها، مؤكدة إنها بتمثل ليها مصدر إلهام دائم لتكون أفضل يوم في لحظة ولادتها يوم 22 إبريل. كتبت شريهان وقالت: أنا إنسانة محظوظة جدا لأنك مني وأنا منك. منذ ولادتك يوم 22/4 أصبحت مصدر إلهام ليا لأكون شخصا أفضل كل يوم. أحب لا يا لؤلؤة لطي، يا من أراك لعمري عمر ولقلبي حب ولروحي شيئا أغنيها عن كل الأشياء، يا من أفتخر بها أمام نفسي قبل أن أفتخر بها أمام كل الدنيا والعالم والناس، يا من أشكر عليها ربي في كل صلاة دعاء وحركة وخطوة ونفسي ونفس أتنفس، يا من ينطق بحروف اسمها قلبي في كل ده من دقاته لأحيا كل يوم من جديد هي وطبطبة ورضا ربي. أشكر ربنا عليكي نعمة يا لؤلؤة يا ملاك. دعت لبنتها لؤلؤة وقالت لها: اللهم احميها واحفظها بعينك التي لا تنام واجعلها من السعداء، أنا ووالدك وشقيقتك بنفتخر بيكي. كلمات مؤثرة عبرت بيها الفنانة الجميلة شريهان مدى حبها لبنتها الكبيرة لؤلؤة. ربنا يحفظها لها هي وأختها، يحفظ أولادكم وأولادنا، يحفظ لكل عين رجاء. دي كانت رسالة الفنانة الجميلة شريهان بنتها لؤلؤة في عيد ميلادها. بال مليون سنة هي وبناتها فهانا يا رب، نفرح بيهم بإذن الله.